هضر واحد المذيع ألماني على لقطة اللاعب المغربي يوسف النصيري كيعنق الوالد ديالو حتى جاوا دياميق وأشرف حكيمي وسفيان بوفال مع والدين ديالهم، وقال أن هاد المشاهد الحميمية مع العائلة ما بقيناش كنشوفوها حنايا. مفهوم الأسرة خلى بزاف منا نعرفوا علاش فريق المنتخب المغربي كيتألق، وقالوا الألمان خاصنا نتعلموا الأخلاق منهم باش حنا شي نهار والدينا ولا الأمهات ديالنا يجيو يعانقوا المدرجات. الأول يوسف نصيري كان مع الوالد ديالو اللي سجل الهدف على البرتغال اللي كان ولا في الأحلام. الهدف كيفوق كل المستويات الإفريقية والأوروبية. سجلوا خونا يوسف الشاب المغربي اللي تزاد في مدينة فاس 1 يونيو 1997. كيلعب في تشيلسي والمنتخب المغربي في الدور المهاجم. الطول ديالو 189 دي الفاسي من كان صغير بزاف، وكان ديما معاه باباه كيعاونو ماديا ومعنويا، ولكن كان كيشجعو اكثر على القرايه وباش يكمل قرايته. واخا هكاك كان الطموح ديالو كبير بزاف في الكره. ملي كمل 18 عام قالت له الاكاديميه المغربيه خاصك تقلب على راسك ومن تما، كل مره كيدوز بزاف ديال الامتحانات. حتى جاتو فرصه يلعب مع النادي تشيلسي ولكن ما تفاهموش ورجع تاني للنادي ديالو. ساعه تاني جات مالاغا في 2016 وشراتو مده عام، ولكن بهرهم بالمستوى ديالو وسنا معاهم العقد اللي كان من الاحلام ديال النصيري. رجع النادي اشبيليه اللي مازال فيها دابا مقابل 25 اورو. يوسف نصيري تعرض لبزاف الانتقادات والهجوم والضغط النفسي، ولكن ديما كان هو قوي في الحضور ديالو. حيت الشوفه اللي كنشوفو حنا ماشي هي الشوفه ديال المدربين المحترفين الكبار. الفرق العالميين الكبار كيشوفوا ان النصيري كويري ديال بصح، وكيعتبروه المدافع الاول للفريق، وكيمتاز بالضربات الرأسية. ديما هو الاول في الاهداف وخدا الجوائز بزاف، جائزة لاعب الشهر وجائزة اسد الاطلس.